النهاردة معانا كيكة جميلة جدا رايقة قوي، طعمها فاخر بالنسبة لي. هي كيكة الليمون، سهلة جدا في التحضير. تعالوا نشوف مكوناتها وطريقتها. هيكون معانا كوباية من السكر، كوباية ونص دقيق، ربع كوباية زبدة، ربع كوباية زيت، نص كوباية ساور كريم أو زبادي. كمان معانا 3 بيضات في درجة حرارة الغرفة، ملعقة صغيرة فانيلا، وملعقتين بيكنج باودر. كمان هيكون معانا بشر ليمون كتير. انا بستخدم 4 حبات من الليمون ده حجمه كبير بس هو مبيطلعش عصير، وحوالي تلت كوباية عصير برتقال، عصير ليمون سوري. بالنسبة للجليسنج هيكون معانا كوباية سكر باودر ومعلقتين من الكريمة او عصير الليمون. انا الصراحة بستخدم عصير ليمون، بس السيان ممكن تستخدموا لبن، كريمة، عصير ليمون عادي. هنحط السكر بتاعنا وعليه البيض، بنضيف بشر الليمون. بلاش نوصل للجزء الابيض، الجزء اللي بره بس، عشان الجزء الابيض فيه مرارة شوية، فبنضيف بشر الليمون. بصراحة كل ما يكون بشر الليمون كتير هي كيكة ليمون في الاخر، فلازم طعم الليمون فيها يبقى باين، بس الحقيقة الليمون اصلا طعمه منعش جدا يعني. وبعد كده بضرب الحاجات دي مع بعضها كويس حوالي دقيقة او دقيقتين، حاجة زي كده، لحد ما يختلطوا مع بعض تماما ولونهم يفتح بالمنظر ده. بضيف عصير الليمون حوالي تلت كوباية، والساور كريم والزبدة والزيت، خليط الزبدة والزيت. المقادير كمان هكتبها في الديسكريبشن بوكس بالجرامات لو حد عايز يشتغل بالجرامات. ونضربهم كمان لحد ما يختلطوا تماما. بعد كده المكونات الجافة كلها بخلطهم على بعض، سواء الدقيق او البيكنج باودر والفانيلا، بخلطهم كلهم وابتدي اخلطهم في الكيكة. وانس ان الدقيق اتحط ما بتضربش جامد، يعني حتى سرعة المضرب لا اما تكون على سرعة قليلة قوي، ومجرد بس ما الدقيق يختفي نبطل خفق على طول. الكيكة ما تضربش كتير. قالب كيك بدهنه كويس وبحط ورق الزبدة فيه وبحط الكيكة بتاعتي. بخبطها خبطات خفيفة كده عشان تتساوى وتطلع الهواء اللي جواها. وبعد كده بتتخبز في فرن على 180 درجة
حوالي من 40 ل 50 دقيقة. بعد 40 دقيقة بنجرب فيها الستيك نشوفها استوت ولا لا. الستيك الخشب بندخله ونشوفه لو طلع كلير او نضيف تماما بيبقى هي كده استوت. بناخد الكيكة ونسيبها تهدى وتبرد في درجة حرارة الغرفة تماما، عشان اما نحط عليها الجليسنج ما يسيحش او حاجة زي كده. فهو لازم تكون هديت مش دافية، تكون بردت خالص يعني. بعد كده جليسنج الليمون، هو هنضيف السكر البودر وهنبتدي نخففه شوية بشوية سواء بالكريمة او ليمون. انا بفضل ليمون بس الحقيقة، بس ما نحطش الكمية كلها مرة واحدة، يعني نحط معلقة ونقلب معلقة ونقلب لحد اما يوصل للقوام اللي هتشوفوه دلوقتي، ان احنا ده يبقى نحطه على الكيكة. الموضوع ما بياخدش وقت خالص، هو القوام ده بيبقى سميك شوية ما بين السميك والسائل كده، هو ده قوام الجليسنج او طبقة السكر البودر اللي بتتحط فوق الكيكة. كده الكيكة بردت، نبتدي نصب عليها الجليسنج بتاعنا بالطريقة دي. وكده كيكة الليمون خلصت. طعمها طبعا جميل جدا. بنسيبه هو حوالي نص ساعة او ساعة بيكمل. ما بحطهاش في التلاجة، بتفضل عندي برا لحد تاني يوم عادي. الحقيقة ما بتحطش في التلاجة خالص. وهي كده بقت خلصانة وجاهزة للتقديم. طعمها جميل جدا، يا ريت تجربوها. ولو انتوا وصلتوا معايا للنقطة دي من الفيديو فشكرا ليكم لمتابعتكم، واشوفكم في وصفة جديدة قريب بإذن الله.